الحقيقه ان بعد ما اتمنعت من التصوير في مسجد سلطان حسن والرفاعي انا ما كنتش هاجي هنا اصور وما كنتش حابب ان انا اجي اصور تاني. دلوقتي الساعة تقريبا 1:30 ودلوقتي بقى اقول لكم السلام عليكم. سليم هنا. اشتركوا دلوقتي في القناة وفعلوا الجرس عشان تشوفوا كل الفيديوز الجاية وتابعوني على كل السوشيال ميديا سليم ترافلز. وللدعم المادي تقدر ان انت تدوس على كلمة شكرا اللي موجودة تحت الفيديو او عن طريق باي بال تقدر ان انت تدعمني ماديا. النهارده هنجرب تجربة مرة مختلفة يا جماعة، هي نروح اكتر اماكن اللي ممكن تكون تسمى ان هي اثرية بس مختلفة في مصر وليها قصص مختلفة، واكترها هو المساجد. القاهرة مليانة مساجد كتير قوي قديمة. طبعا حاولت ان انا اشوف ازاي ممكن انا اصور في المسجد بالكاميرا. قررنا ان احنا نكمل تصوير في المسجد بالكاميرا، يا رب ما يحصلش مشاكل وما اضطرش ان انا امسح كل اللي هصوره، وان شاء الله ده مش هيحصل. الناس هنا في المسجد يقولوا عادي ان انا اصور بالكاميرا ما فيهاش مشكله. فتعالوا افرجكم على المسجد وعلى جمال مسجد عمرو بن العاص، انهم اجمل مساجد اللي انتم ممكن تشوفوها او تجوها في مصر بشكل عام. بمجرد دخولك للمسجد بتشوف كم التفاصيل بتاعته الغير طبيعيه ورهيبه جدا. المسجد يا جماعه فيه مساحه كبيره قوي، مساحه المسجد كلها معموله بنفس الاسلوب ده، واكتر حاجه بتميزه انه كله معمول بنفس النظام. فتلاقي المسجد كله معمول بنفس السيستم او كله معمول بنفس النظام، حاجه غير طبيعيه وراحه نفسيه رهيبه جدا. اكتر الحاجات اللي كانت بتميز المساجد كلها زمان هي ان هي بيبقى موجود فيها حاجه زي قبه كده في النص. القبه دي مكانها بيبقى موجود دايما في وسط المسجد. المساجد كلها زمان ما كانش بيبقى فيه فكره الميكروفون، فكل المسجد زمان معتمد على فكره ان هو في حد بيأذن بيطلع لاكبر نقطه في المسجد وبيتكلم فيها وبيأذن فيها، فالصوت بيوصل في جميع ارجاء المسجد من جوه وفي نفس الوقت بيوصل للي بره المسجد او للي خارج المسجد. فهو ده اللي بيخلي القبه ومكانها تكون مختلفه جدا. هتلاقوها موجوده في كل المساجد في مصر او كل المساجد القديمه اللي حول العالم، نفس الفكره بنفس التصميم. بتلاقي في اطفال بتلعب في المسجد لانه المساحه بتاعته كبيره جدا، واهم حاجه في المسجد بيكون دايما النقطه اللي في النص دي. في اغلب المساجد في مصر قديمه كلها او في العالم كله بتلاقي القبه اللي موجوده في وسط المسجد. ايه بقى سبب وجود القبه دي في المسجد او ليه المكان ده محطوط وموجود في وسط المسجد؟ الفكره بتاعته ان ده بيكون مكان لشرب الميه. في مصر او في العالم كله هتلاقي اغلب المساجد فيها مكان في النص كده لشرب الميه، غير طبعا مكان الوضوء واللي احنا كنا عنده هناك. هنا موجود بس لشرب الميه، ودي اكتر حاجه بتميز اغلب المساجد بشكل عام. وبتلاقي انه القبه او المكان اللي انا موجود حواليه ده دايما بياخد نفس اللون، يعني كل المسجد كله معمول بلون اللي هو اوف وايت نوعا ما. برده في نفس الفكره المكان اللي معمول للوضوء ده او المكان اللي معمول لشرب الميه ده برده معمول بنفس اللون. واكتر شيء بيميز المسجد هو السجاده الحمراء اللي بتكون موجوده بطول المسجد. من مجرد دخولك من باب المسجد لحد نهايه المسجد هتلاقي السجاده الحمراء دي موجوده في المسجد كله. مساحة المسجد دي هي أكتر مكان مميز في المسجد، وبالأخص في الصلوات اللي بيبقى فيها عدد كبير جدا من الناس. فعشان كده أغلب المساجد في مصر وفي العالم كله بتلاقي ان هي معموله ان فيها مساحه كبيره جدا، لان بيبقى فيه عدد كبير جدا من المصلين، زي صلاه العيد وزي صلاه التراويح في رمضان وزي كل الصلوات اللي بيبقى فيها عدد كبير من الناس، زي صلاه الجمعه. بتلاقي الساحه دي مليانه من الناس وبيبقى فيها عدد كبير جدا. اتفرجوا عليا. عشان كده دايما تلاقوا في مساحه واسعه واغلبها بتبقى معموله بنفس البلاط ده. تعالى ازيك؟ عامل ايه؟ هو موبايل. شوف نفسك على اليوتيوب مبسوط اني شفتك. هتبص العسل ده سليم بالعربي يعني يا جماعه. وانا بصور جالي ومش عايز يسيبني، فانا مبسوط قوي ان انا شفتك. انا مبسوط قوي بيك. يلا بقى نكمل جولتنا في المسجد ونشوف باقي الاماكن وازقه المسجد الجميله. لو لسه بتابع الفيديو لحد دلوقتي اشترك في القناه وتابعني على كل السوشيال ميديا سليم ترافلز. من اكتر الحاجات المميزه في المسجد ان دايما بيكون في شيوخ بيعلموا الطلبه في المسجد، وده حد من الشيوخ كانوا بيعلموا زي مدارس علم كده او جلسه علم. الشيوخ بيتكلموا مع الطلبه بيحفظوهم قران وبيعلموهم بشكل عام. بيجي ناس من كل حته في العالم وبيبقوا حابين قوي يتعرفوا على المسجد وعلى ثقافه المسجد او على ثقافه الدين الاسلامي بشكل عام. My first time coming to Egypt, man. What's your first impression so far? It's lovely. Like I love the architecture, but the food, like I'm loving the food. The food. Yeah. So like about people, what do you think about people so far? Now the people are positive. People are very positive and optimistic. Okay. And have a lot of good discipline and faith. Okay, that's really amazing, and I'm so happy meeting you, and I hope that you follow my channel. Nice to meet you. Absolutely. Thank you. What's your channel? Hold up. Salim Travels. All right, man. YouTube. You got an Instagram too, right? Yeah. I'll follow you. Thank you.
اكتر شيء بيميز المسجد، كل المساجد بيبقى فيها زي شبابيك كده بيبقى معموله بزخرف معين، بتدخل منها الشمس بطريقه معينه وبتدي نور او اضاءه حقيقه مختلفه قوي في كل المساجد في مصر هتشوفوها. هي دي اكتر شيء مميز في المسجد، لان هي بتبقى معموله في كل ارجاء المسجد بشكل معين مميز جدا جدا. اجمل شيء في المسجد انك تكون قاعد وسط ساحه المسجد كده وبتقرا قران، حقيقي حاجه جميله جدا جدا وراحه نفسيه جميله قوي قوي يا جماعه. كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. ودي احسن حاجه ممكن تشوفها في اي مسجد في مصر، وعلى فكره دي بتتعمل في اكبر المساجد الموجوده في مصر بشكل عام. في شيخ بيقعد وسط الطلبه وبيقرا لهم قران، هم بيقراوا وراه، في منهم بيعلم بتجويد القران وفي منهم مش بيعلموا بتجويد القران. اتمنى ان كل المساجد في مصر وكل الاماكن في مصر يبقى سهل فيها التصوير، مش لازم تصريح، مجرد ما يتعرف ان انت شخص يوتيوبر او بتعمل محتوى يبقى الموضوع سهل، وما هبقاش حاسس ان هو ضغط عليا او حاسس ان هو عبء عليا ان انا لازم اروح اخد تصاريح كتيره، وممكن التصريح دي تطلع او ما تطلعش. عاوز تصور انت بتعمل ايه؟ بعمل كذا، اصور. اتمنى ان كل المساجد في مصر يبقى فيها التسهيل واليسر اللي شفته النهارده في مسجد عمرو بن العاص. الحقيقه ان بعد ما اتمنعت من التصوير في مسجد سلطان حسن والرفاعي انا ما كنتش هاجي هنا اصور، وما كنتش حابب ان انا اجي اصور تاني، بس كويس ان انا جيت عشان اشوف ان التجربه دي كانت هتفوتني لو ما كنتش جيت مسجد عمرو بن العاص. دي ستوب كويسه جدا. تعالوا نروح على المسجد الجاي، قدامنا مسجدين، مسجد الازهر ومسجد الحسين، مسجد الحاكم بامر الله. لو شفت الفيديو لحد دلوقتي ادخل حالا اشترك في القناه وفعل الجرس عشان تشوف كل الفيديوز الجايه، واعمل لايك على التعب والمجهود اللي في الفيديو ده، وخليكم مكملين عشان نروح باقي المساجد. وللاسف انا مضطر ان انا انهي الفيديو هنا علشان دلوقتي الساعه 8 ومش هنلحق ان احنا نروح مسجد الازهر او مسجد الحسين، هتبقى الدنيا ليلت، غالبا مش هنروح، فخلينا ننهي الفيديو هنا. شكرا لو انت تابعت الفيديو لحد الاخر لحد دلوقتي. اشترك دلوقتي حالا في القناه عشان تشوف كل الفيديوز الجايه، وفعل الجرس بقى واعمل الحاجات الحلوه دي. ولو عايز تدعمني ماديا دوس على كلمه شكرا اللي تحت الفيديو، او من عن طريق لينك الباي بال الموجود في الديسكربشن. انا سليم، استنوا الفيديو الجاي. سلامكم الله، اشوفكم بكره. وكمان لو عندكم اي اسئله ليها علاقه بالسفر هسيب لكم في الديسكربشن في لينك لفورم تقدر انك تدخل تملى الفورم دي وتكتب كل اسئلتك، ونعمل زوم ميتنج مع بعض نتكلم فيه في كل اسئله السفر، وبيكون مدفوع لكن بمبلغ مناسب جدا لاغلب الناس.